خلاص البارح كان هناك نهائي بين الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي. كأس تونس الأميرة في الآخر اختارت نادي باب سويقة. ذهبت الأميرة، خرجت من باردو صاحبة اللقب، اختارت أن تكون في أحضان هذا النسر لأنه البطولة، والترجي توجت 1-0 بأقدام أغبلو. هدف جميل جدا وليد، فوزي مالينيش برشا. فما كان هدف مقابلة التعديل جاء 3 أو 4 في دوري مالينا شيء. ليش وليد نحب نفهم؟ انا كنت في اون بلان ديريكت على التيلي اون ايتي اون تران دو كومونتي باي باراد وكل، ما لقيتش علاش قالوا لي سالت لي كوتش كي غيان لا يمكن الملعب التونسي حب يسكر ما لعبش شيء، عمل ديفونس سكر، هو سكر كما نقول المنافذ على الترجي ما لقاش يعني 100% الحلول، وحتى عمل هجمات ملعب تونس ما كانش اختار، ويمكن حتى تصويبات البعيد سهله باش يعمل لي كونتر صح. عنده زوج لاعبين المهاجمين الاسامي غابت عليه، ما عندهم لاعب اجنبي ممتاز، فما زال لاعب تونسي واحد اخر. مي ils ont pas réussi à faire mal à l'Espérance. ما نجموش خاطر ياخذوا الكره قواهم معاهم زوج 3 مدافعين، وديما اقبلوا عندنا مقابله كبيره. اقبلوا متميز يكونفيرم يقول لي البيت هذايا. حتى المدافع الجزائري عمل يعني اللي عليه، ومنا يعني الترجي من عديد فما الكره توصل قدام نلقاهم متواجد، وحتى شفنا حاجه باهيه الرجوع مريح. مريح بعد الاصابه سيء وقع اقحامه. الكره التونسيه يرجع يعني في كما نقول الموسم هذايا، يرجع يعني الموسم القادم بقوه، ويرجع يشد بلاصته عندنا مشكله بتاع الدفاع في المنتخب التونسي. الموا نجم يعاون شويه، يعاون اللاعبين الموجودين، ونجم نحسنوا المردود بتاعنا. وليد يقول فما كان سامحوني الصوت، فما كان الهدف في المباراة هذه ردود الفعل جات كمشاهدين كل باهي. وليد شو توقفوا لما نسمعوا تصريح رياض بن نور النائب الرئيس طبعا الترجي الرياضي التونسي، فما لازم توقفوا عليها وليد، وحكينا عليها على الطاير المره اللي فاتت. مهزله حقيقيه فضيحه في التنظيم هذا النهائي اللي هو التتويج يكون ما نحبش نستعمل كلمات الشعبويه عرس، خاطر كلمه عرس ديجا عندها ماضي تعيس مع تونس. يلا سأنتقي كلماتي. هو نهائي تتويج الكأس في حد ذاتها في أي دوريات في العالم يكون تتويج في حد ذاته فرحة نتوج بها نهاية الموسم، يكون في أحسن حلة. هل لجماعة كرة القدم هذه ولكل أعضاء غير قادرين أنهم أول حاجة يسوقوا يبيعوا التذاكر، حاطينها في وليد ويب سايت ما خدمش. جماهير الترجي الرياضي التونسي الملعب التونسي الطرفين ما قدروش ياخذوا التذاكر نتاعهم، سابوك يعني وقعت سقط في الخدمه ما عادش يخدم. بعدين في دخول الاستاد الملعب وليد بقوا تقريبا دخلوا متاخر اصلا، بداوا عدم احترام ديجا، وانت عندك موعد رياضي والناس تتفرج فيك وعاطين حقوق البث في قنوات عربيه، وهنا غير عاجزين تماما للتسويق لكرتكم، وقت اللي فيها زوز نهائي مزيان كأس تونس للجمهورية، لرئاسة الجمهورية، لرئيس الجمهورية يمثل رمز البلاد، ثم في الملعب التونسي في الترجي هذه أسامي كبيرة عريقة ما عرفوش يسوقوا له، وقت في الحين تلقى في الأماكن أكوتي مصر سوقت كثيرا، لعبت في الإمارات ولعبت في قطر ولعبت في فشل تماما في دخول الملعب. الناس لقاو واحد بتسكرهم يا وليد والبرا ملوحين نص ساعة وساعة. شفنا اصلا عيب عليكم ملعب رادس اصلا ماهوش ياخذ طاقة الاستيعاب الكل، مجينا بامور امنية بامور مشينا فاهمين انه هو ياخذ 60,000 او 55,000 تعطوا 30,000 فقط وما دخلوش 30,000. وليد شفناه فارغ وقت اللي هو جمهور الترجي بالالاف وجمهور الملعب التونسي برا. وبعدين انتهت وليد بفضيحة أخرى، يعني بعد التتويج وليد قال لك حالة فوضى اللي ما فهمناهاش لتوا في نفس اليوم باغازار. C'était une fête exceptionnelle à l'Europe, l'échelle européenne, ça coïncide avec le sacré de PSG. شفنا البارك دو برانس تو. لا تونيزي شوفوا وليد منصة التتويج كله مع بعضه. الصحفيين والإعلاميين ما عندهمش مكانهم خاص، ولد عمو للباش ولد عمو للبارك والجماهير اللوطة واللي يجيب قطوس واللي يجيب كلبه. كوا سا سباس كا اون تونيزي؟ يمكن مشكلة يكونوا يعملوا تحذير قبل ما ينتهي ما عندهمش ما حضروش قبل المقابلة، مش قاعدين يعملوا
في الوقت هذا كل وليد؟ لا ما انا هذه صارت يمكن اخر مقابله اكثر من 20 سنه ديربي اللي هو في النهائي ديربي بين الترجي وافريقيا فاز 2-2 المقابله هذيك اللي يمكن شفنا فيها عرس كروي صحيح وكانت منظمه بنظام تستعملها الكلمه عرس نظام صحيح نظام كما قال من بعد 2008 2009 وشفنا حتى حتى 2010 فوضى وبعد جات الثوره ما نلقاوش جماهير ما ثماش وبعد تو نلقاو ملعب فارغ دونك ما ثماش وتنتهي وليد ساعه في اللك فك الاخراج التلفزيوني وهاو شكون تيسلم كاش بيه ما سلمش كاسته وكاك المسؤولين الكل قاعدين يا ناس يا مسؤولين من وزاره من الوزير سيد الوزير المحترم الى الساده المحترمين الذين رافقوا السيد الوزير الذي اتى ليسلم هذا الرمز. انتم تمثلوا الدوله التونسيه وحال الرياضه التونسيه. شخصكم المحترم صورتكم من صوره هذه الرياضه والكره التونسيه عموما. يعني انت كي تقعد قاعد في كرسي اصلا وليد وجوههم ما تعطي حتى الاكسبريشن يعني حتى جو. ثم تفضل ثم حاجه كانت قبل اسمها كاس السيد رئيس الجمهوريه اي وكنت نحات يمكن ما قلت نحات ما يمكن ولا يغيب في المواسم الاخيره لا صح ولكن الناس كلها تنظيم كبير شفنا في المواسم مشيت عديد النهائيات 97 98 2002 2004 شفنا من اللقاءات يعني موجود يعني رئيس الجمهوريه عادي ونظام وتنظيم. شفنا اول نهائي يعني بالملعب التونسي ونادي افريقيا في ملعب رادس كان نهائي زاد كبير ياسر وجماهير كان يحضر ديما راحت بن علي وكذلك اخر واحد احضر هو قائد السبت. انا مشيت متاخر شويه دونك لقيت الابواب مفتوحه ودخلت ما لقيت حتى اشكال والناس كل قاعده في مقعدها وشفنا مقابله كبيره وحتى كيف فريق نادي افريقيا انهزم جميع الملعب التونسي صفقه على الملعب التونسي والملعب التونسي بعد عمل دوله شرفيه قدام الجماهير الافريقي وكل شيء مشى بالضبط يعني بروح رياضيه. روح رياضيه كذلك غابت كما غاب النظام وكما غابت الرؤيه وكما غابت الصوره الجميله وكما غاب التشويق وكما غاب اللعب في هذه المباراه. لكن في استحقاق يجب نحكوا عليه وليد. الترجي الرياضي التونسي رغم كل الصعوبات في هذا الموسم رغم تغيير لم نعهدوا 3 مدربين الترجي يعني يكذب كل المشككين ينتصر في الاخر. الترجي عقليه الالقاب عقليه الانتصارات تفرض علينا بكل باش نعطوا كل واحد حقه اليوم كاداره كمسؤولين كجماهير الترجي التونسي اللي يتبعوا فينا ويستمعوا فينا. الترجي على البوديوم كالعاده. الترجي يتوج بثنائيه كانت غابت منذ 2006 كانت كذلك ابن الترجي خالد بن يحيى كانوا تفكروا بدوبلي اللي هو تو على راس لمسيا بماهر الكنزاري ابن الملعب التونسي لكن كذلك ابن الترجي الرياضي التونسي وتوج بالدوبلي هذا الثنائي. الترجي اذا متوج بالكأس بالبطوله فرع كرة القدم فرع كرة الطائرة لعب كذلك نهائي نفكركم في افريقيا كأس الفائزة بالكؤوس في ضد السواحلي خسروا في ليبيا. كذلك عنده دوبلي فرع كرة اليد توج من ايام القليلة ضم الكأس دوبلي كذلك ولعب كذلك نصف نهائي ضد الزمالك الافريقي. وكرة القدم دوبلي ولعب كارت دو فينال افريقيا. هذه حصيلة الترجي. نستمع الى رياض بن نور. نواه انه الترجي يفوز بلقب الدوبلي في كل الرياضات الجماعيه ويفوز بكل الالقاب المتاحه. الفروع الكل اللي عندنا فيهم رياضيين كلهم فازوا. الفروع اللي عندنا الكل فيهم رياضيين اللي ما عندناش فيهم ما نعملوا نحكي تو اللي موجودين الكل فزنا فيهم. هذه كان تصريح رياض بن نور يقول لك طبعا هو اللي حكى فيه كله صحيح ما اكيد تاكيدا لكلامه. هذه استحقاقات القاب كل وكذلك رياضات فرديه ويحكي طبعا نهايه الموسم شامل تلك هي الترجي. فقط انا اقول للسيد رياض بن نور وحتى الترجيين لما تشوفهم في باجاتهم في بروفايل في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك رانا بعد كاس العالم سنحاسب نعملوا بيلون. احنا نحبوا فرع الشبان ايش عملتوا فيه؟ هناك اخفاق وفشل في فرع الشبان. يقول لك احنا افريقيا ايش عملنا زاده؟ اشعاعنا الافريقي مهم. احنا كترجي رياضي تونسي يقول لك كجماهير كاداره الدي ان اي نتاعنا عقليتنا سي لافريك.
اتر سور لو بوديوم، وين التتويج، هذا هو. ولكن هذا لا يمنع استحقاق الترجي والتتويج. في لقطة خايبة برشا وليد اللي زاد جات وأنهت هذا المشهد السيء الذي رافق النهائي في التنظيم الكل. لا حرجا على الترجي الملعب التونسي كنديين، وكونتخير نهنوا للترجي، ما عنده حتى دخل الترجي فيه، بالعكس الترجي اعتبره ضحية، لأنك لم تقدر بطل وحامل بطل بطولة تونس وكأسها، ولم تحترم الملعب التونسي اللي عمل سيزون هايلة وكان في النهاية، ما احترمته حتى عبد. ثم لقطة بين السيد محمد محجوب اللي هو السيد المحترم رئيس الملعب التونسي في مصافحة وكل يتعدى يطلع باش يعطوهم الميدال، حاضرين الناس كل، السيد حمدي المادة، مسؤولين الملعب التونسي، مسؤولين الوزارة، مسؤولين الجامعة، مسؤولين الترجي الرياضي التونسي، كان بيناتهم رياض بن نور، السيد رياض بن نور، ولحسن الصدفة كان ما بيناتهم بين السيد محمد محجوب وماهر كنزاري، كان مدرب الملعب التونسي مركزها هو ابن الملعب التونسي كذا. يجي يسلم عليه، واضح تلاكشوا بالحديث في التصوير، وقال له ما نسلمش عليك، وماهر كنزاري بن فيلعلي دزو، وتدخل السيد رياض بن نور. يخرج من بعد يعمل تصريح، التصريح هذايا في الميكرو طبعا يظهر لي كان قناة تلفزيونية تونسية. نستمع إلى السيد محمد محجوب. الملعب التونسي فضل عليه كبير برشا، يحترم الملعب التونسي ويخدم خدمته صحيحة. قلنا له نحن نحبوا نجيبوا مهاجمين ونحبوا نرشنوه، هو وقفنا لاح خليل كيما نقولوا حاضر يدزلوا ولا يدزلوا يدزلوا. عام هذا كان جينا عندنا اتاكون، وكان جاي عندنا بون سونتر، كان جينا ثلاثة نولو، هكذاك عام هذا نزلوا بداية الملعب التونسي، نزلوا الكاس على قلبي. على هذيك انا ما نخش حتى على معناتها عطينا امانه للسيد هذا، وهذا ما حافظش على الامانه تاعو، ومش المره الاولى هذه، مش المره الثانيه. دونك نحن تقلقنا شويه معناتها، خاطر ما عاد يسلم عليه، لكن قلت ما نسلمش عليه، معناتها عدى هز البدايه، هو عمل رده فعل نتاعو يخلي احترام، وانا رجعته لا. قلة احترام، ناخذ الكلمه الاخيره، قلة احترام المشهد كامل، قلة احترام المشهد كامل. السيد الزوز غلطين، السيد محمد محجوب لما تتصرف هكا، غياب الروح الرياضية. أنت لا تمثل شخصك، أنت تمثل الملعب التونسي، النادي الكبير اللي كان فيه أسامي كبيرة، اللي فيه روح رياضية كان يحكي عليها وليد حاليا. الروح الرياضية تبقى وكل النتائج تزول. أنت لم تحترم ناديك في الأول، لم تحترم الكرة التونسية، ولم تحترم كرسي. السيد ماهر كنزاري من بعد عطوه الميكرو قال ولاد حومة واحدة وسي باردونابل. عدلا السيد ماهر كنزاري، مشيكم قاعدين في الصالة، مشيكم قاعدين بيت الراحة في دياركم. أنت مدرب ومريت بهذا النادي، وهو رئيس ومسؤول رئيس نادي. غياب الروح الرياضيه، وعلى فكره هناك عديد الرياكشن وليد نتاع شخصيات رياضيه محترمه كتبت وقال لك سقطه اخلاقيه. السيد محمد محجوب سامحني فيك لما ما تصفحش، راهو عندك كاميراوات وعندك قنوات وعندك عالم كامل يتفرج فيك. انت لم تحترم الجمهور ولم تحترمنا ولم تحترم المشاهد ولم تحترم الكرة التونسية ولم تحترم ناديك. والسيد ماهر كنزاري خرج بعد ماتش بالقدام ضد الترجي الرياضي التونسي وضربوه بشويه لمات، وانا كنت ضد العنف، ديما انا نكون ضد اي عنف، ما يهمنيش من يمارس ولا ديما ضد العنف. رجل قال سي نورمال وعادي ونفهم، لا قلت لك لا للتطبيع باناليزي الفيولونس. السيد ماهر كنزاري زاد راقب تصريحاتك كذلك. باهي شو يقول هو حسب التصريح نتاعو؟ قال لك انا متغش من صاحبي. يا خويا متغشش انت وما حملتش، الفو با تخا موفي بيردون. الكره فيها خساره وربح وليدك، ما ذنبك انك انت ما تحترمش السيد ماهر كنزاري؟ تعرف الترجيين شو يقولوا اليوم؟ هكا فما حمله، يقول لك لم تحترمنا. هكا ولا لا وليد؟ ما يمكن فما هو كما نقولوا التبرير تاعو ما كانش في محله. قال لك انا كان جيت يعني عندي مدرب وجاني لاعبين. هل صحيح؟ انا اقول لك او قال لك بعد كما نقولوا عنده مشكله، مشكله مش يعني على النقاط في الملعب، يعني ما يحب لاعبين، وهو قالوا ما نجيبوش لاعبين. هو انا كان جيت رئيس نادي نقول له خويا هذوما اللاعبين اللي يجيو ما حبش هو يقتنع. قال لك اني با اونيت، نقول له انا سامحني نجيب مدرب يبقى مقتنع
هذاك علاش هو بعد كي زاد مشى يعني ديريكت للترجي يقول لك يعني نقدر بيه هذاك علاش هو ما حبش يصفوا. هو توا تفكر انه يصفوا حساباتهم الشخصيه الاثنين امام الكاميرا وفي تتويج رمز بطوله. جات اول يمكن فرصه باش تقابلوا الزوز دونك هو يعني كيما نقولوا مش باستحباب حاب يقول لك ما سلمش عليك وحاب يتعدل وتصير على برشا يعني شفناها برشا في اوروبا لكن ما سلمش عليه والناس كلها تبدا فرحانه لكن توصل باليد ويفضل هو يمكن هو ردة فعل هي اذا كان ما قامش بردة فعل ماهر الكنزاري كان يمكن تكون تمر عاديه لكن ما يلزموش تمر عاديه هو قدام الكاميرات قدام اللاعبين وما زاد انا ما عندي مشكله انا نسلم عليه عنده حق يعني عنده حق هذا الملعب التونسي فعلا قادر شوف يعمل بالون تاع السنه وعملوا وديما في الامتار الاخيره والرطوبه اللاعبين تاعهم اذا انت مش قادر تشوغارد تي جوار لازم يجيب لاعبين كيما نقولوا هو قال لك ناقص مهاجم وناقص لاعبين يجيب اللاعبين يجيب مدرب اللي عنده فلوس هو باش يشري لاعبين هذا السؤال. اما كيما اللاعب امارو اللي كان غايب لاعب كبير برشا فلوس اللاعب كبير لم تجلب كان جاي موجود وكان الباهي كنا يعني فما لاعبين خرجوا فما لاعبين خرجوا زاد مشاو الفرق التونسيه والفرق الاجنبيه يقول لك علاش انا ما نجيبش لاعبين في مقدم ونعطي هذاك علاش نكون هي اللي خلى المدرب هو يقول لك اسمع كلام هو اللي عليه اسمع كلام المدرب اما كلام المدرب ما كانش هو تسمع كلام المدرب ويكون غلط المدرب يبدلوا هو ما حبش يبدلوا خلى يعني ماهر الكنزاري هذا نجهله احنا وليد هذا كان بينهم هما اثنين ماهر الكنزاري حسن ماهر الكنزاري شال عرض من الترجي كان احترافيه قال المكتب اني هو كما نقولوا جات من ماهر الكنزاري خيمه تعتبرها خيانه جماعه الملعب التونسي والسيد الرئيس نتاع تعتبر شعبويه من السيد الرئيس لتغطيه ممكن فشله في جلب الصفقات وبيعها وعدم تعويض الجوارات اللي خرجت للترجي وللافريقي ولعده جمعيات. ما ننساوش سامحني بلال ماجد ذهب الى ليبيا كذلك. يقول لك بالك شو اللاعبين اللي كنا نجم نعوضوهم واقترحت انا اسماء لكن المدرب ما حبش ومن بعد المدرب يعني كما نقولوا لقى روحه مش باش يوصل الفريق المبتغاه خير الانسحاب واول عرض جاه عرض مغري من الترجي مشي على روحه عنده بيت الابطال وعنده كاس العالم مشي حتى كان مش على مستوى المادي على مستوى الكروي. لا اتصور انه عرض مثل هذا العرض لا يمكن اذا كان نقولوا جمال الكنزاري على بنك الملعب التونسي والترجي عندها مدرب اخر لازم تكون مقابله مختلفه التكتيك بتاع شكري خاطر مش نفس تكتيك ماهر الكنزاري وفي مقابله الذهاب شكري دائما يلعب متحفظ جدا مقابله الذهاب بيناه عمل مباراه كبيره الملعب التونسي وكان نجم ينتصر على الترجي وفات بالتعادل 2-2 لكن كان منتصر فيه بلاش دونك عنده القدره باش ينتصر مع ماهر الكنزاري هذاك يمكن يقول لك ناقصني انا من اللاعبين باش نوصل اما هو قال يمكن كي يقول لك انا نجم نهز الدوبلي اذا كان عندي لاعبين اخرين انا نقول لك جيب اللاعبين ولا مع الدوبلي يعني الكلام يقول فيه هذا انا كان النجم كنت ناخذ دوبلي ماهر الكنزاري وهو اللي منعني هذا كلام صحيح خويا جيب هم عندك الفرصه بين جوارات بين اللاعبيه حطنا ماهر الكنزاري على جنب اول ما الميركاتو جاي وجيب اللاعبين المدرب اللي عاش فيه ونشوفوا واش يعمل مع نجم يكون كلامه صحيح هذا اما لازم نشوفوا على الميدان نشوفوا توا قال لك المدرب باش يجي اذا كان مش خليه المدرب هذا ولا قال لك المدرب القادم ما عادش يكون الخطوه او لا مازال ما عندناش المعلومه اذا كان قادم الخطوه باش يجيب له اللاعبين اللي حاجتهم بهم واذا كان مشى الخطوه باش يجيب مدرب اللي ينجم يتعامل مع اللاعبين هذوما ونجم نقول لك يوصل لبعيد في البطوله نقولوا ان شاء الله تحسن البطوله اما لكن نشوفوا اللاعبين هذوما منهم الاسماء منهم ساعه وعنده زاد انتدابات من افريقيا كبيره يجيب لاعبين صغار اسماء صغيره يبرزوا في الملعب التونسي ولا الاتحاد المنافسين يبرزوا فيهم وبعد لكن مشكلة هذه الفرق الكل وليد كما لازم تكونوا واقعيين وتصارحوا جمهوركم ما تعيشوش في الشعبويات والبكاء. انا جيم با الشعبويات والاحاسيس والمشاعر وتكونوا واقعيين براغماتيك كما قال وليد بنا فلوس انت عندك ديون انت تبيع كيما لازمك تعرف انت شنو حدودك وتي ليميت tu traces tes objectifs selon tes capacités. Il faut que tu vendes des joueurs pour que tu survis. انت مع بعت كومو يسابيل اومارو كيما قلت بعت فيه فلوس بعت ليبيا سي نورمال بور كيما ليسمو تعرف تبيع تسوق تخرج تعدي معه تاع اومارو هذاك علاش هو حب يجيب لاعبين قال هو الماهر الكنزاري ما حبش
هذا ماهر كنزاري مشي جيب اللاعبين. انا لا ادافع على لا اعرف انا شنو سباس اونتر لي دو. المدرب اللي كان ضده هو مشي، اي اسم كان ضده. وليد قال لكم برهنونا باش نعرفوا صدق كلامك يا سيد محجوب، برهني شرايين. صحيح مواسم ممتازه ملعب تونسي السنوات الاخيره، لكن يخسر في الامطار الاخيره. تنقصوا يعني العقليه الاخيره باش ينزل البطوله، هز الكاس صحيح موسم فات، اما لكن البطولات ممكن تنقصوا شويه. ان دوبلي شويه البطوله خاطر اللاعبين اكثر. بعدتوا جدا في البطوله، بعدتوا جدا كما قال وليد في البطوله ندفع. هو النادي اللي كان بطل دائما يكون بطل الخريف، والامطار الاخيره شفناه في السنه. نقول لك ماهر كنزاري ما قامش بالخلطه الاخيره باش توصل للبطوله، لكن هو يعقب عليها المدرب. وليد في مش ناخذوا الاراء الكل في الملعب التونسي يقول لك كانه خضره لم يعلم ودرا شنو هو وما علمش الاداره والماهر كذلك يقول لك لا علمت اداره الملعب التونسي في نيه رحيلي والكل، وفيهم يقول لك لا خائن وكغدره. ودي نسمعوا برشا في الكوره من جماهير الملعب التونسي، واليوم ياكدوا حتى رئيسهم الذي ذهب في هذا التمشي شويه اللعب على الاوتار والمشاعر، ودي يستعملوها كل رؤساء الجمعيه. لكن نفس الكلام هذا يتقال قبل وليد على الملعب التونسي وإدارة الملعب بنفس الرئيس لما استقطبوا ماهر كنزاري من نادي البنزرتي، وكان نهائي الثاني الموسم اللي فات النادي البنزرتي ضد الملعب التونسي، وكان هناك حتى تشكيك وخيانة من جماهير النادي البنزرتي ومن الإدارة. ذهبوا بعيدا في التأويلات، يقولون أنه حتى إدارة الملعب التونسي وماهر البنزرتي اثنين متورطين في انه قصوا الطريق على تتويج البنزرتي. نفس الكلام قالوه الملعب التونسي نادي البنزرتي، لانه الماهر كنزاري ما لعبش، ما هبطش التشكيله، ما هبطش اللاعبيه نتاعنا، وخدم الملعب التونسي وكان عارف باش يمشي لهم وباش يصحح معاهم الكل. ريتو نفس يمكن هو يحب كي يلقى فريق نفس الخيانه والتشكيل، يلعب البطوله الافريقيه وباش يلعب كاس العالم، عاد ينتقل مشى الملعب التونسي اللي هو باش يلعب معروف هو ديما لعب يعني كاس الافريقيه. صحيح انهزم في مقابلات لاكاف لكن كان موجود، وتوا يمكن مع الترجي صحيح لعب وانهزم وجدوا كاس العالم. ممكن يحب هو يقول لك يمشي الفريق انا عندي فيه شانس نلعب طموحات اكبر كيما مشى الملعب التونسي. الملعب التونسي كاس افريقيا، توا الترجي بعد الكاس افريقيا انا كاس العالم عندي فرصه. على فكره هو كي قبل عرض الترجي كان عارف انه 50% باش يخرج من قدام السان داونز، كان شرطه مع الاداره انه يبقى بعد ما يكونش كبش في دار. خذا ريسك يظهر لي اليوم متوج بالنهائي، سكتنا احنا المشكين. هذا هو الواقع رغم الانتقادات. كل يقول لك هاو يا خويا انا في البوديوم هكا ولا لا وليد محليا هكذا كانت الامور. باهي باش قبل ما نختم، السيد محمد فقط محشوب في فيديو قاعد يتداول على شبكه التواصل الاجتماعي وليد في شاب لاعب الترجي التونسي، صراحه لم اعرف ما عقلتش اسمه، ولكن واضح في الفيديو بعد نهايه المباراه راح بيروح رياضيه سلم على البالميك وعلى اللاعب التونسي، كان في موجود السيد لفت عليه وجهه ما حبش يسلم عليه. هذه شفاها زاد فيها السيد ماهر كنزاري، لقطه غير اخلاقيه سقطت فيها الروح الرياضيه. لاعب شاب للترجي التونسي بعد نهايه المباراه دخل سلم على الناس الكل وسلم عليك يا سيد محمد محجوب، سلم عليك. ما هذا يلزم نقولوا اشودي ما هذا يعني انت متغشش خساره ما